كيفاش نتغلبوا على الخوف اللي مسيطرنا؟ انا واحده من الناس كنت عايشه في خوف، ما نفواياجيش باسكو نخاف ياذيوني، ما نبانش في لي ريزو باسكو نخاف العين، ما نديرش كذا باسكو نخاف من فلان، ما ننفيستيش نخاف نخسر دراهم، ما نخدمش مع فلان نخاف على كاش حاجه تصرالي، ما نديرش تكميم نخاف نموت. الوغ لو سيكري اللي تعلمته افيك لو طون كو اي حاجه نخاف منها نواجهها ونديرها، وكل حاجه من مخاوفي واجهتها بدلت لي 90% من حياتي. 90% من حياتي تبدلت غير كي تعلمت نواجه مخاوفي. كنت نخاف نخرج من دارنا، كنت نخاف نخرج من لا زون دو كونفور، كنت نخاف رغم نهار خرجت من لا زون دو كونفور وواجهت كلش ودرت كاع واش كنت نخاف. هي الخطوه الاولى باش تبدلي حياتك وتواجهي مخاوفك. صعيبه القرار، صعيبه الخطوه، صعيبه القوه اللي تكون عندك هذيك باش تكتسبيها، صعيبه بزاف. انا باش لملمت روحي ووقفت على رجليا وبدلت حياتي وحياة بزاف ناس معايا، ما كانتش سهله، كانت بالدم بالبكاء بالميزيريه بالخوف بالقهر بالحقره بكاع واش تتخيلوا جوزتو، بصح بدلت حياتي وواجهت مخاوفي ودرت التكميم اغريسيد مات لو ميم جور. قلت اذا مت ربي يرحمني، المهم نتبدل نشيان نعاود نولي كيما كنت، المهم نشوف روحي شابه ونكون راضيه على ذاتي. ونهار تجي الموت ربي راه كاتبها، نموت في الكلينيك ولا نموت في اي مكان وزمان، ربي راه كاتب لي وقتاش نموت. يا نريسكي دوك ونبدل حياتي، نعيش طول عمري مدلوله وسمينه والناس قاعده تعايرني البقره. نخير كان عندي انصر